نادي الأهلي المصري يتلقى صفعة قوية من طرف السلطات المصرية قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي. تلقت إدارة نادي الأهلي المصري ردًا صادمًا من السلطات المصرية بخصوص مطالبها بخوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد الرياضي المغربي بأكبر عدد ممكن من الجماهير. وكشفت تقارير مصرية أن السلطات المصرية رفضت تلبية مطالب نادي الأهلي بالسماح لأكبر عدد من الجماهير بدخول ملعب القاهرة الدولي في مباراة ذهاب نهائي المسابقة الإفريقية. وحسب موقع كورة بلوس المصري ونقلا عن مصادر من داخل الأهلي المصري، فإن الأخير توصل بموافقة السلطات المصرية على حضور 20,000 مشجع فقط. وأضافت نفس المصادر فإن إدارة الأهلي المصري تواصل مفاوضاتها ونقاشاتها مع السلطات المصرية من أجل الرفع من عدد المشجعين الذين سيحضرون هذه المباراة النهائية، خاصة أنها طالبت في الوهلة الأولى بحضور 75,000 متفرج، أي السعة الكاملة لملعب القاهرة الدولي. وأقدمت إدارة نادي الأهلي المصري على نفس الخطوات في تكرار لسيناريو مباراته أمام الرجاء الرياضي برسم ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل الرفع من عدد الجماهير الحاضرة.